تناغم لا حدود له بين رقعة الماء واللاعبين فيها. منافسة الجولة الثالثة من بطولة ويك ذا لاين لرياضة الويك بوردينج. هذه الرياضة ليست بالصعوبة التي يتخيلها المتابع لها من ضفة هذه البحيرة، إلا أنها وبالدرجة الأولى تتطلب البدء بممارستها في سن مبكرة، كما أن الجرأة وسرعة البديهة من أهم قواعدها. المشاركون قسموا على عدة مجموعات، كل منها 4 متسابقين، ووصل منهم 4 مجموعات فقط إلى الدور ربعي النهائي. الألماني مانويل راب والروسيان نيكيتا مارتيانوف بطل روسيا 9 مرات ونيكيتا تيرسكوف كانوا من أبرز المشاركين. بالطبع المنافسات كانت صعبة، لكن في هذه البلاد الأمر رائع. شعبية الويك بوردينج تزداد يوما بعد يوم، وخصوصا في روسيا مستوى المشاركين ممتاز. ومع بدء المنافسات بين مجموعتين فقط في الدور نصف النهائي، تمكن تيرسكوف صاحب 18 عاما والمشارك لأول مرة في بطولات المحترفين من لفت أنظار الجميع ب3 قفزات بهلوانية متتالية. في نهائي البطولة تواجه كل من تيرسكوف ومانويل بمعدل محاولتين لكل منهما، وفاز باللقب تيرسكوف بإجماع الحكام. كنت أشارك اليوم لأفوز فقط. سعيد طبعا، والمشاركة الجماهيرية كانت رائعة، والآن هم يعرفون أكثر عن هذه الرياضة وبدأوا يحبونها. في ألمانيا المنافسة ستكون طبعا أقوى لوجود عدد أكبر من الرياضيين المحترفين. ويشارك تيرسكوف في 25 من الشهر الجاري في الجولة الرابعة والأخيرة من البطولة، والمقامة في ألمانيا جنبا إلى أفضل 10 رياضيين حول العالم.